تذرني فردا وأنت خير الوارثين وسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إلا الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآياتهم والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يصارعون الخيرات هم لا سابقون لا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون وقلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجرون لا تذروا اليوم إنكم إلا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم كنتم على بكم تنكسون مستكبرين بإسلام أن تهجروا أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم أم لهم منكرون أو يقولون به جنة بل جاءوا بالحق وأكثرهم بالحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض إن الذين هم بذكر الرحمن معرضون أم تسألهم خرجا خراج ربك خير وخير الرازقين تدعو إلى صراط مستقيم الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط العاقبون ولو رحمناهم وكشفنا ما به من ضر فاجوا لطغيان يعمهون فاتخذنا بالعذاب ما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتنا عليهم باب عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السماء والأبصار قليلا ما تشكرون وهو الذي ضرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون قالوا مثل ما قال الأولون وإذا متنا وقلنا تراب وإذا مرينا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا ما قبلنا إلا أساطير الأولين لمن الأرض والأنبياء كنتم تعلمون سيقولون لله فلا تذكرون من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله فلا تنتهون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجيب ولا يجار عليه وسيقولون الله أنا تسعرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون فاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق وعلى ما يصفون عالم الغيب قل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا واجعلني بالقوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم ادفع بالتي هي أحسن السيئة نعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ربي أعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أعدهم الموت قال رب ارجعون يعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها من ورائمة إلى يوم يبعثون وإذا نفخ في الصور فلا أنساب الليل يا بين لا يتساءلون ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وهم نار فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا هب لنا وإنا ظالمون ونصروا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقول ربنا من لا فضل لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اتخذتموه وكنتم من الضحكون جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم
لبثتم قالوا لبثنا يوما أو يومين فزينا قال إن لبثتم إلا قليلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وميز مع الله إلها آخر لا برهان له به وإنما حسابه إنه لا يفلح الكافرون رب اغفر وارحم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فإن لم يأتوا فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين الخامسة غضب الله عليه كان من الصادقين فضل الله عليكم ورحمته وأن لا تواب رحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله كاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة فيما أخذتم به عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون أيها عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا هذا بهتان عظيم تعود به أبدا كنتم مؤمنين ويبين لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بالله فضل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا ويصفحوا ولا تحبوا أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات في الدنيا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون مغفرة يا أيها
الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أثابكم الله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا على الحياة الدنيا ومن يؤمن فإن الله بما إلى إلا غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثلا للذين خلقوا من قبلكم للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري أن توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار النور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ويشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء في بحر اللج يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج لم يكد ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قدر مسيرة وتسبيح الله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض ألم تر أن الله يزيي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من فرد ويصيب به من يشاء ويدعو من يشاء
كل دابة والله خلقكم كل دابة فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات وآيات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين يدعوا إلى الله ورسوله يحكم عليهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم يخافوا من تابوا ويخافوا عليهم الرسول والله هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم علينا من يقول سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون أعظموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تفسدوا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم إن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلن من بعد خوفهم عليهم وأقيموا الصلاة رسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا مجزين بأرضهم وهم النار وبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبردات بزينة ويستغفرن خير لهن الله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الحرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله لا تجعلوا دعاء
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذي يتسلل ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه الرحمن الرحيم تبارك الذي الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولد آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وقال الذين كفروا إن هذا وقالوا أساطير الأولين أنزله الذي يعلم السر في السماوات هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في إليه كنز أو تكون تتبعون إلى رجل مسؤولا كيف تبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك بل كذبوا إذا أرادوا من مكان بعيد وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مغرقا كانوا ذلك ثبورا اليوم ذلك خير أم جنة قل التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا فيها ما يشاءون ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك فقد كذبوكم بما تقولون فلا يستطيعون وما يستطيعون وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة وقدمنا يرون الملائكة وقدمنا إلى ما عملوا أصحاب الجنة يوم تشقق السماء يومئذ الحق ويوم يعض الظالم لقد ضلني عن الذكر عليكاني وكان الشيطان الإنسان غفورا الرسول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن فلا يأتونك الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم وقد آتينا موسى الكتاب
الذي كذبوا بآياتنا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقنا وجعلنا وعادا وثمود وأصحاب والرس يقولون بين ذلك كثير ضربنا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزانا إن كاد ليضل يضلنا عن آلهتنا أرأيت من اتخذ إلهه وأن أكثرهم يسمعون ألم تر إلى ربك كيف وهو الذي جعل لكم الليل وهو الذي أرسل الرياح نشرا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وهو الذي مرج البحرين وهو الذي خلق من الماء بشرا ويعبدون من دون الله لا ينفعون وما أرسلناك أسألكم عليه من أجر إلا ما شاء في سبيله وتوكل على الحي الذي لا يموت الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على عرش الرحمن فسبح وإذا قيل لهم اسجدوا تبارك الذي جعل في السماء والذي جعل الليل وعباد الرحمن الذين والذين يقولون ربنا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ضاعف له العذاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك ومن تاب الذين لا يشهدون الزور والذين إذا ذكروا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا خالدين فيها حسن ثم يعبأ بكم ربي الرحمن الرحيم لعلك ويأتيهم من ذكر قد كذبوا أولم يروا إلى الأرض كما فيها من كل زوج
صدري لساني منزلا بارك الله فأتي يا فرعون إن رسول قال ألم نربك فعلت التي ففررت منكم لما خفتكم وتلك نعمة قال رب السماوات قال رب قال إن رسولكم قال رب المشرق والمغرب بينهما قال لئن اتخذت فأتي به ونزع للملأ حوله وإن يخرجكم قالوا أرجو بكل سحار عليم جميع السحرة ولما جاء السحرة قالوا لفرعون وإن قال لهم موسى فألقوا حبالهم عصيا فألقى موسى عصا قبل أن يفلوا فألقي الساعة قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين لا ضير إلا نطمع أن يغفر لنا فأوحينا إلى موسى أن سيأتي لكم الطير وأرسل وإنا لجميعا جنات كنوز كذلك بني إسرائيل فأتبعوا مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر أزلفنا موسى ثم في ذلك وإن ربك واتل عليه قال اليابي مما تعبدون أصنام ينفعون قالوا بل وجدنا كذلك يفعلون أفرأيتم تعبدون أنتم وآباؤكم لا تموتون وإنهم عدو الذي خلقني فيهدين الذي هو وإذا مرضت ما يحييني والذي يضم واجعل لي لسان صدق واجعلني من ورثة جنة النعيم لأبي الأولاد من الضالين لا تخزني يوم لا ينفع إلا من أتى وأزلفت الجنة وبرزت الجنة قيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله فيها وجنود إبليس أجمعون فيها يختصمون لا إن كنا لفي ضلال مبين يسوي برب العالمين وما لنا شافع صديق حميد لو أن لنا كرة ونكون من
قوم نوح المرسلين قال لهم قوم لا تتقون إني لكم رسول فاتقوا الله وما أسألكم عليه من أجر إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأنهم حتى ما علم حسابهم ربي لا تشعرون بوارد المؤمنين إن أنا إلا نذير قالوا لئن لم تنته يا نوح قال ربي إن قومي كذبون وافتح بيني وبين فأنجينا ومعه في الفلك المشحون إن ربك عزيز رحيم كذبت عاد المرسلين قال له أعوذ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وما أسألكم عليه من أجل رب العالمين فتتخذوا صالحا لعلكم تفلحون إذا بطشتم الجبارين فاتقوا الله واتقوا الذي بدكم ما تعملون أمدكم بأنهار وبنين وعيون عليك على يوم عظيم علينا وعدكم لا حول ولا وما نحن فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك وإن ربنا عزيز رحيم كذب الثمود المرسلين قال لهم أخوهم صالح إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وما أسألكم عليه من رب العالمين تدركون في جنات وتنحتون الجبال فاتقوا الله ولا تطيعوا أمر إنما وأنت إلا بشر مثلنا هذه ناقة الله ولا تمسوها بالسوء فيأخذكم عذاب فعقروها وأخذهم العذاب إن في ذلك آية ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك عزيز رحيم نور المرسلين قال لهم أبوهم إني رسول أمين فاتقوا الله ما أسألكم عليه من أجر على رب العالمين أتأتون الذكران العالمين واتخذون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم وما تغامر عنه قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين إني لعمرك من العالمين رب نجني غير ما يعملون نجينا إلا عجوزا ثم دمرنا وأمطرنا عليه مطرا فساء المنذرين إن في ذلك ما كان أكثرهم وإن ربك عزيز رحيم ملائكة المرسلين قال لهم شعيب إني فاتقوا الله ما أسألكم عليه أوفوا الكيل تكونوا من المسلمين بالقصاص المستقيم تبخسوا الناس واتقوا الذي قالوا إنما وما أنت إلا بشر مثلنا فاسجد علينا قال ربي فكذبوا فأخذهم إن في ذلك ما كان وإن ربك عزيز رحيم إنه تنزيل رب العالمين عربي وإنه لفي سورة أولم يكن لهم آية علماء بني إسرائيل نزلنا على بعض الأعجمين تسرقنا لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم يأتي فيقول هل يعلمون بعذاب أفرأيت إن متنا سنين ثم جاء ما كانوا يعدون ما ونعم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا رجالا
في الجناح عصاك هل ننبئكم على تنزل الشياطين على كل أفاك نذير ألم تر أنهم في كل وادي وهم يقولون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن كتاب مبين هدى وبشرى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون أولئك الذين الرسول إنك إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا لعلي تأتيكم منها ما جاء نودي أمر والق عصاك فلما رأى تهتز كأنها جان ولا إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وعجل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في جزاء ما جاء وجحدوا بها واستيقنتها ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالوا الحمد لله وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس سليمان جنود حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى مرسالك الراسل برحمتك في عبادك الصالحين فتفقد الطير وقال لو علمنه على ما شديد ومن غير بعيد وجدت امرأة تملكهم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله يسجدوا لله الذي يخرج الخبر في السماوات والأرض وما يقول وما يعلن الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر اذهب بكتابي لا
يعبدوني في أمري معروف قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وإني مرسلة إليهم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما داعي الله خير مما آتاكم ولا تبديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم يجرون العاقبة لهم يا قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعذاب ولا يأتوني مسلمين الجن يراتيك به غمانه بمقامك إني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر وما كفر بين ربي وليوم ونكلوا لها عرشها فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت صدها ما كانت تعبد إلا كان من قول كافر قيل لا ادخل الصرع فلما رأت حسبت لجة وكشفت عن قالت رب إني ظلمت نفسي وأقسمت مع سليمان إلى رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئات والله الحسن وقالوا طيرنا بك وبمن معك وكان في المدينة تقاسموا بالله لنبيتن أهله وانظر كيف كان عاقبة فتلك بيوتهم خاوية وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ومودا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الرجال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات ما كان لكم أن تنبتوا أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين أمن يبدأ الخلق ثم يعيد ومن يرزقكم من السماء من في السماوات بل أدرك علمهم في الآخرة قال
الذين كفروا إذا كنا ترابا إنا لمخرجون لقد وعدنا هذا سيروا في الأرض ولا تحزن عليهم مما ينكرون ويقولون بعد الذي تستعجلون إن ربك ذو فضل ولكن أكثرهم لا يشكرون إن ربك لا يعلم ما تكسب صدورهم من غائبة في السماء إلا في كتاب مبين هذا القرآن يقص على بني إسرائيل مثل الذي هم فيه يختلفون إنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم العزيز العليم وإنه لك على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بيد العمي وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض يوم نحشر من كل أمة حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي وقع القول ألم يروا أنا جعلنا الليل يسكن فيه والنهار مبصرين في ذلك آيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ترى كل شيء خبير بما يفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن يكن يومئذ لا يأمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوه النار جزاء ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها كل شيء ومثل أن أكون من المسلمين يتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي يهدي ومن ضل فإنما أنا من المؤمنين وقل الحمد لله سيدي بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم عليك إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة طائفة منهم يدبر أمرها ويهدي النساء إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين يصرفون الأئمة ونذرهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف فاتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا امرأة فرعون قرة عين لي ولك عين لي ولك وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي وقالت لأخته قصيه فبصر به عن لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت رددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين
حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوجزه فقضى عليه إنه عدو مضل مبين قال رب إني ألم تصيب ظلي فأضله إنه غفور رحيم قال ربي أعلم بما أنعمت علي فنكون خيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد أن تكون وما تريد أن تكون من المسلمين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملائكة يأتونك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها رب نجني من القوم الظالمين لما توجه تلقاء عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء فوجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يجري الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير قريب فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه قصص قال ما نجوت اليوم الظالمين يا من استأجر إن خير من استأجرت قوي أمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك أنا أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما لديهم ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذلت من النار لعلكم تصبرون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة الشجرة يا موسى إني وأن ألق عصاك فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا وأدركت يا موسى ولا تخف إنك من الآمنين خذ يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهان من ربك إلى فرعون ومن كانوا ظلما فاسقين قال رب إني وأفسه مني لسانا فأرسل أن يصدني يا عضدك وأخيك عضدك بأخيك ونذر لكما صلاة ولا يصل إليكما بآياتنا فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ماذا وقال فرعون وقال موسى ربي يعلم ما جاء من الآخرين ومن تكون الآخرة الدارين أولى الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صار أنت الإله
وهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى وما كنت بجانب إن علينا يا موسى لولا ما كنت من الشاهدين ولكننا أمشنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلنا إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين لما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل وعيسى قل فأتوا بكتاب من عند وإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع غير الذين آتيناهم الكتاب وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ولم نمكن لهم حرمنا من أن يجبى إليه ثمرات وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها تلك مساكن لم تسكن من أهلها وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعنا وينادي قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا وقيل دعوا شركاءكم فدعوا يوم ينادي يقول ماذا يرجو المرسلين فعميت عليهم الأنباء ويوم لا يتساءل وأما من تاب وآمن وعمل صالحا وربك يخلق ما يشاء ما كان له ربك يعلم ما تحب صدورهم وما يعلن والله لا إله إلا هو له الحمد قل أرأيتم أن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة
ومن رحمته جعل لكم الليل يوم ينادي فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزلنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله يضل عن ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تغضب ذاتك إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل من القرون أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل ذنوبهم المجرمون فخرج على قومي في زينته قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن صالحا ولا يبقى إلا الصابرون وخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرون من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويغفر لنا عمن الله علينا لخزي بنا ويك أنهم لا يكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين يريدون علوا بالأجل فسعنا عاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لوادك إلى معاد قل ربي أعلم ما جاء بالهدى وفي ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك إلا الكتاب رحمة من ربك لا تكونن غير الكافرين ويصدنك عن آيات الله إلى ربك لا تكونن من المشركين تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين حسب الذين يعملون السيئات يتقون السلام عليكم كان يرجو لقاء الله فإن الله إلى السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه لا العالمين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئات وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم تطيعهما يرجعكم ربكم بما كنتم تعملون وعملوا الصالحات لندخلنهم الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ومن وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين حسبت وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلى 50 عاما فأخذهم الطوفان فأنجيناه وأصحاب السفينة
واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا عند الله فاعبدوه له إليه ترجعون. لقد كذب رسول إلا البلاغ المبين. كيف سيروا في الأرض فانظروا كيف من يشاء وما أنتم بمعجزين في الأرض وفي السماء ما لكم من دون الله ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه وحرقوه وإذا الله من نار في قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم وأنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة لوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف لا تحزن إنا منجوك لك إن امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية من السماء ما كانوا يفسقون ولقد تركنا آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله اليوم وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات واستمروا بالهدى ما كانوا صالحين. فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه عاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا ومنهم من أردنا ما كان الله يهدم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا إن الله يعلم ما يدور عزيز حكيم. وتلك الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الله السماوات واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليك وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون وما كنت
تتلو من قبله بل هو آيات بينات في صدور الذين وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه أولم في من أنزلنا عليك الكتاب قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل كفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم هم عباد الذين آمنوا إن أرضي وأسادهم حيا يفعبدون ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم الجنة ولقد تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها صبروا على ربنا توكلوا وكأي من دابة لا تحمل رزقها ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يقولون الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء وإن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد ما جاء يقولون الله والحمد لله فلا تروا لا يعمرون هذه الحياة الدنيا الدنيا إلا له وإن الدار الآخرة يعلمون إذا ركبوا في الفلك دعونا مخلصين له الدين فلما نجى إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم يتمتعوا فسوف يعلمون ولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ومن الله ممن افترى على الله كذبا أو كذب فليس في جهنم مثوى للكافرين الذين جاهدوا إذا نجينا رسلنا وإن الله لمع المحسنين الرحمن الرحيم الروم في أن الأرض من بعد غرق سيغلبون لله الأمر ما قبل ومن الأرض يومئذ ينفع المؤمنون وعد الله لا يخلف الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بالآخرة لكافرون ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عملوا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أصابوا كذبوا بآياتنا وكانوا بها يستهزئون والله يبدأ تقوم الساعة ولم يكن لهم من شركائهم شفاعة تقوم الساعة فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك بالعذاب فسبحان الله وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت كذلك تخرجون من آياته أن خلق من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون من آياته أن
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ومن آياته أن تقوم السماء بأمره وله من في السماوات وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون الذين ظلموا أهواءهم بغير وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فضل الناس عليها منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين يكفروا بما آتيناهم فسوف تعلمون من زل عليهم وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها تصيب سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يغلطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق من يشاء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو بين فأولئك هم المضيفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم من شركاء ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت سيروا في الأرض فانظروا كيف كان فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فله يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بفضله لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات ومن الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا علوا كسفا فترى الودق يخرج من خلاله وكانوا من قبل انظر إلى أثر رحمة الله إن ذلك لفي الموتى على كل شيء قدير إن أرسلنا ريحا فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء إلى من له مدبرين وما أنت بهادي العمي ضلالة لا تسمع إلا بين آياتنا فهم مسلمون
الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة الساعة يقسم المجرم ما لبثوا غير ساعة كانوا يؤفكون. قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب فيومئذ لا تنفع الذين ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن واصبر إن وعد الله حق ولا يستغفنك الذين لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم آيات الكتاب الحكيم ورحمة للمسلمين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم الدين فيها وعد الله ربه العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر للذين كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصال في عامين لكل ولوالديك إلي المصير. جاهدوك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وتصعر خدك للناس لا تمشي إن الله لا يحب المخلصين. فاقصد في مشيك واغضض من صوتك وصوت الحميد. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وقادرة على الناس يجادل بالله عن علم ولا دار كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا كان الشيطان يدعو إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو مسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى لا يخالف الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره وننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. عليهم ونظر إلى عذاب غليظ. ولا يسألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله الحمد لله فأكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات ولو أن ما في الأرض من شجرة
السماوات أعلام والبحر يمده من بعده سبعة ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون لا يدري الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته في ذلك الآيات لكل صبار شكور غشيهم موج دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد وما اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر ما تهوي الذين من قبلها عما يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم عالم الذي أحسن كل شيء ثم جعل ثم سواه ونفخ فيه من قالوا إذا ضلنا يتوفاكم ملك الموت الذي وكل منكم إلى ربكم ترجعون ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا وأوحينا لآتينا كل نفس هداها لكن حق بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا تتجافى جنوبهم عن المضاجع ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون من كان أما الذين فسقوا فما آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات المأوى بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب العذاب يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه آتينا موسى الكتاب فلا تكن وجعلناهم لا منهم أئمة يدور يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم أولم يهدهم كما لقنا أولم يهدهم دين لهم كما لغنا من قبلهم
الجلوس ويريد إذا أدبر من الحق ما بصر فلا يبصر ويقول يوم الفتح لا ينفع الذين فأعرض عنهم وانتظر إنهم الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين واتبع ما يوحى إليك من ربك إنك بما يعملون خبير على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم أولكم بأموالكم ولا يقول لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تمت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى يسأل الصادقين عن صدقهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زالت الأبصار وبعدتم بالحياة لا تظنون بالله الضرور يا المؤمنون فزلزلوا بالله جديدا المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا وإذا طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق هم منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون الآخرة ولو دخلت عليهم من أقدارها ثم صغروا في النار كانوا عهد الله ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو قل من الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أراد بكم رحمة ولا يجدون قد يعلم الله المعوقين منكم والغائلين إخواني البين عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف صلبوكم بألسنة حداد أشحة فقبض الله يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو اليوم الآخر ذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون العذاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله ما زاد بالله إيمانا وتسليما
صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم الصادقين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا وأنزل الذين ظهروهم من الكتاب من صياصيهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم لم تضوها قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها علينا متكن وسركن سراحا جميلا كنتن تريد الله ورسوله نساء النبي لستن من يأتي يأتي منكن بفاحشة مبينة وضعف ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا النبي لستن كأحد من النساء إن اتبعتم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن آيات الله إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمر ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج بلا قضاء النبي من حرجا فيما فرض الله له سنة الله الذين كان أمر الله قدرا مقدورا يبلغون رسالات الله ويشهدون هذا إلا الله كفى بالله حسيبا. محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أيها الذين والذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يأتهم يوم وعلى سلام وعدلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وسراجا منيرا يعلم من الله فضلا كبيرا وجعل وذكر الله كفى بالله وكيلا. الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم من عدة تعتدون
النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فيه ترجع من تشاء منهن وتوي إليك ما تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تغر أعينهن ولا يأذن بما أتيتهن كلهن لا يعلم ما في قلوبكم لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ودون إلى ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا أزواجه من بعده إن ذلكم كان عند الله عظيما. لا تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات وإن اعتزلوا واشتغلوا جاءوا إثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن كان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون الذين كانوا لأنك منهم لا يجاملونك فيها إلا قليلا فإنما ضربوا إذا قتلوا تقريبا سنة الله الذين خلقوا ويقولون تجد سنة الله يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وإن الساعة تكون قريبا. الله لا الكافرين أعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ضل وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول إنا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله
لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض والحمد بالآخرة ورقيب خبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يجزيهم الله ليجزي الذين وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق يهدي إلى صراط العزيز. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم أنتم له فاستخلفنكم لفي خبر جديد. أفتري على الله كذبا أم به جنة بل الذي لا يؤمنون بالآخرة على الضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف به من الأرض يرسل عليك من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود قال يا بالأمر بما أطير على المعنى الحديد. ونعم السابعات وقدر السرد ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأصلنا له عين الغدر ومن الجن من يعمل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وغدور الراسيات ولما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ذاته. فلما خر تبينت بما لو كانوا يعلمون غيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. لقد كان لسبا في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتهم جنتين فآتيهم كل عبد وشيء من سدر وليد. ذلك جزينا ما كفروا إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم حديثا مزقناهم لهم السغير في ذلك الآيات لكل صبار شكور. في ذلك لآيات لكل صبار شكور في ذلك الآيات لكل صبار شكور. رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء. رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء. رب
صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء والمحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تناله النساء رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء واتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء مولد كان منه في ضالع الكفر وبال عليهم ووباء رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء وتوالت بشرى الهواتف أنقاد ولد المصطفى وخاب صلاة رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء وعلى الآل من هم الكرماء وعلى الآل من هم الكرماء